انا بعد ما جربت المكان ده اقدر الخص التجربه كلها في جمله واحده بس. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. يا سلام 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 يا سلام. وصدقوني انا مش بافور ولا ده شغل اعلانات وخلاص، بس هو المكان ده فعلا بيعمل اقوى ناشفيل فرايد تشيكن ممكن اكون جربتها لحد دلوقتي. التندرز عندهم حجمها كبير ونظيفه قوي، ده غير ان هي مقرمشه وتتبيلتها حلوه قوي قوي، ده غير ان الصوصات عندهم كتير وملهاش اخر، من اول الرانش والبافالو والبارميجان لحد العسل والهاني سيراتشا. بس كمان الجديد عندهم الناشفيل درام ستيك اللي هي الدبابيس يعني، بس معموله بصوص الناشفيل، ودي حاجه كده تتاكل بس ما تتوصفش، سواء الطعم او الحجم او التتبيله بجد ولا غلط. يعني جمال المكان ده بالنسبه لي بيتلخص في حاجتين، تتبيله ونظافه الفراخ، وده برده كان واضح قوي في السندوتشات. دول كمان عاملين ناش بايتس تحسها كده ميني ساندوتش في نفسها، وهتنفع برده كابيتايزر كده لحد الاوردر بتاعك ما يخلص. بس اكتر حاجه كنت متحمس اجربها من عندهم هي النودلز، ودي بيعملوها بثلاث صوصات، السيراتشا والسويت شيلي والترياكي صوص، ومن فوق كده حته ناشفيل كبيره على الوش. انا عن نفسي عجبتني اللي بالسويت شيلي وبصراحه حبيتها قوي، وحقيقي المكان ده لو فضل مكمل بالكواليتي دي هيقطع على كل اماكن الناشفيل اللي موجوده دلوقتي. والمكان الجامد ده اسمه ناش، وموجود في ذا ايل اللي في الشيخ زايد جنب جامعه النيل عند ميدان جهينه. فنصيحه مني لو بتحبوا الناشفيل فرايد تشيكن وعايزين مكان حلو ونضيف تاكلوا منه وتتبسطوا وتبقوا في قمه الانتعاش، يبقى عليكم على ناش يا اما بلاش.